في يوم السبت 4/5/2024 سماح اللي في الصورة دي قفلت على بنتها باب شقتها وخرجت عشان تشتري فطار للبيت، وقالت لبنتها لما انزل بص عليا من البلكونة. لكن الغريب بقى ان بنتها لما بصت ما لقيتهاش، والاغرب ان سماح فعلا لحد اخر اليوم ما رجعتش بيتها. وفي مشهد موازي في نفس اليوم كان في عامل خردة بيقوم بنبش صندوق زبالة في نفس المنطقة، ويتفاجئ العامل ده ان في شوال في جزء من رجل واحدة ست. ومن النقطة دي نقدر نجاوب على سؤال مهم: هي سماح راحت فين بالظبط؟ ومين هي سماح؟ وهل دي فعلا رجلها؟ ولو رجلها، طيب مين اللي عمل فيها كده وليه؟ خليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. أصدقائي متابعين سندوتشات رعب في كل مكان، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. قصة النهاردة أحداثها بتدور يوم السبت 4/5/2024 في مدينة السلام التابعة لمحافظة القاهرة، لما حصل المشهد اللي قلناه في المقدمة. بس عشان تشوف الصورة كاملة محتاج ترجع معايا لورا لسنة 2011 لما سماح اللي في الصورة دي والدها توفى، وبعدها بدأ توزيع الميراث عليها هي وإخواتها. وكان من ضمن الميراث ده الشقة بتاعة العيلة اللي تم بيعها وأي أملاك تانية. ووقتها سماح خدت نصيبها في الورث وراحت اشترت بيه شقة في عمارة تانية، واخوها احمد اللي شغال موظف في هيئة النقل العام هو كمان اشترى شقة تانية قريبة منها، وبيفصل بينهم شارعين اتنين تقريبا. وبحكم القرب اللي بينهم فهو كان بيعدي عليها كل يوم وهو راجع من شغله. ده غير ان اصلا سماح بعد ما اشترت شقتها بسنتين او 3، يعني تقريبا قبل 9 سنين من دلوقتي، حصل بينها وبين جوزها محمد خلافات اضطروا بسببها انهم ياخدوا قرار الانفصال عن بعض. وده اللي حصل وقتها فعلا. ومن وقتها بقت سماح عايشة في الشقة دي مع بنتها ناهد، وحياتهم كانت مستقرة وهاديه جدا. لكن برغم ان سماح كانت عايشه في حالها مع بنتها ومحدش بيسمع لهم صوت، للاسف ده ما منعش المشاكل انها تيجي لحد عندها وتخبط على بابها من 3 شهور تقريبا. والمشاكل دي اتمثلت على هيئه عدد من جيرانها في العماره. وعلى حسب كلام اخوها من 3 شهور تقريبا اتعرض على سماح من جيرانها في العماره انها تبيع لهم شقتها، وده لان كلهم قرايب في بعض او معارف ومش عايزين حد غريب وسطهم، خصوصا ان كمان بحكم ان سماح سيده مطلقه او منفصله عن جوزها وقاعده مع بنتها، فهي كانت في حالها جدا وما بتحبش تحتك بحد منهم، وعلاقتها بيهم كانت ضعيفة بشكل كبير. فحصل نوع من الاتفاق بين عدد منهم انهم يطلعوها بره العمارة ويبقوا مع بعض في العمارة بتاعتهم وما يبقاش في اي اغراب وسطهم. وساعتها بعد ما اتفقوا حد منهم بلغ سماح بالعرض ده وانه عايز يشتري شقتها بمبلغ معين، وكمان على حسب كلام اخوها المبلغ ده كان مبلغ تافه جدا وما يشتريش حتى اوضة واحدة في شقة في دور ارضي. ونتيجة لده طبعا سماح رفضت العرض واتمسكت بشقتها اللي عايشة فيها مع بنتها من 2011، وطبعا ده حقها الكامل. وبعدين هي ما عرضتش شقتها للبيع ولا قالت انها عايزه تبيع، فازاي حد يجي لها ويخبط عليها ويقول لها عايز يشتري الشقه وكمان يحدد هو السعر اللي عايز يشتري بيه؟ اعتقد ان دي حركه فيها انعدام لكل قواعد الذوق والادب. بس بشكل عام يعني سماح رفضت العرض، وفي نفس الوقت جيرانها رفضوا رفضها للعرض وكانوا مصممين انها لازم تبيع. وعشان كده بداوا يشتغلوا لها في الازرق، او بمعنى اوضح بداوا يوروها العين الحمراء ويضيقوا الخناق عليها في محاوله منهم لتطفيشها من الشقه. وتضييق الخناق ده كان زي مثلا المعامله الصعبه اللي بدات تشوفها منهم، واسلاك الكهرباء بتاعت شقتها اللي بقت كل شويه تتقطع، ومواسير الميه بتاعتها اللي بقت كل شويه تتكسر. ده غير الناس اللي بقوا يتسلطوا عليها كل شويه عشان يضايقوها، وكتير بقى من الحركات الغير سويه دي على حسب كلام اخوها. لكن برغم كل ده سماح ما استسلمتش ليهم واتمسكت بحقها في شقتها، وانها حره تبيع او لا، وانها يوم ما تقرر تبيع هتبيع بالسعر العادل اللي هي تحدده. واكيد وقتها لازم يكون في بديل تتنقل له على طول هي وبنتها. وطبعا كل الاذى اللي كان بيحصل لسماح ده كانت بتبلغ اخوها بيه اول باول، وحقيقي اخوها كان بيدعمها على قد ما يقدر وكان واقف معاها في كل المشاكل دي، وبيعدي عليها كل يوم بعد الشغل يطمن عليها ويشوفها لو محتاجه حاجه يجيبها لها. لكن موضوع مساندته ليها ده بدا يضايق عدد من سكان العماره، وتحديدا اللي بيحاولوا انهم يطفشوها، وكانوا شايفين انه بيبوظ لهم كل اللي هم بيعملوه، وان بالشكل ده سماح مش هتسيب العماره. وبدا مفتعلين المشاكل دول انهم يضايقوه هو كمان ويتخانقوا معاه كل ما يشوفوه، ويحذروه من اللي اخته بتعمله، ويقولوا له بشكل صريح انه لازم يقنع اخته تسيب العماره. وعلى فكره اخوها قال كمان ان في واحد منهم قال له بشكل صريح انه يقنع اخته تسيب العماره والا هيجيبها له في شوال. وقال كمان ان من كام يوم عملوا له محضر كيدي انه تعدى عليهم
هو واخته، وما اكتشفش ده غير لما واحد من جيرانها اتصل بيه قبل مشهد البدايه بيومين او 3 وقال له ان اخته سماح عامله محضر فيهم وان عندهم فرح النهارده ومش هيعرفوا يروحوه بسبب المحضر ده، بمعنى انه كان بيستعطفوا انه يخليها تتنازل عن المحضر. وساعتها احمد قال لهم خلاص انا هخليها تتنازل عن المحضر ده ونفض المشكله. وبعدها على حسب كلامه فهو اتحرك للقسم ويتفاجئ هناك ان معمول له هو واخته سماح محضر كيدي بالتعدي على جيرانها وهو ما يعرفش اي حاجه عن المحضر ده. وقال انه وقتها فضل في القسم من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 4 الفجر، وبعدها لما خرج راح على طول على شقه اخته عشان يطمن عليها وعلى بنتها لا يكون حد عمل معاهم حاجه. وساعتها لما وصل كانت اخته سماح مش موجوده ومحدش في الشقه غير بنتها، فقال ياخد المتعلقات الخاصه باخته بحيث انهم يكونوا معاه امن. لكن بمجرد ما طلع من الشقه اتفاجئ بكذا واحده بيقابلوه عند الباب وقاموا شادين منه الشنطه اللي فيها متعلقات اخته وخدوها. وفي نفس اللحظه كانت اخته رجعت من بره، وبمجرد ما شافوها بداوا يتهجموا عليها وخدوا منها تليفونها وكسروه وكمان متعلقاتها الشخصيه وكارت التموين والفيزا. وغير كل ده قاموا مانعينها انها تطلع شقتها مره تانية برغم ان بنتها فوق لوحدها والباب مقفول عليها. طيب هل سماح فضلت واقفه مكتوفه الايدي قدام الاذى اللي كانت بتتعرض له من تحالف الشر اللي اتعمل عليها ده؟ لا طبعا. على حسب كلام اخوها سماح عملت فيهم محاضر في الشرطه كذا مره وكان منهم محضر تمكين للشقه ضد جيرانها، وساعتها طلعت معاها قوه من اسم شرطه النهضه ودخلوها شقتها رغما عن اي حد. لكن من وقتها فضلت شبه محبوسه جوه الشقه هي وبنتها وبتخاف انها تطلع او ان بنتها تطلع لا يعملوا فيهم حاجه. والموضوع وصل لدرجه انها ما بقتش تودي بنتها للمدرسه، وعلى حسب كلام اخوها فهي ما راحتش المدرسه السنه دي ولا يوم. ده غير انهم لما مدوا ايدهم عليها وعليه هو نفسه قبل كده بدا فعلا انه يخاف عليها وكان حاسس انهم هيعملوا فيها حاجه، وبقى بيروح لها كل يوم وياخد معاه اكل ليها هي وبنتها اللي شبه محبوسين في الشقه. واستمر الوضع على كده لحد ما وصلنا لليوم اللي حصل فيه مشهد البدايه يوم السبت 4/5/2024. سماح اللي في الصوره دي قفلت على بنتها باب شقتها وخرجت عشان تشتري فطار للبيت، وقالت لبنتها لما انزل بص عليا من البلكونه. لكن الغريب بقى ان بنتها لما بصت ما لقيتهاش، والاغرب ان سماح فعلا لحد اخر اليوم ما رجعتش بيتها. وفي اليوم ده اخوها عدى عليها بعد ما خلص شغله كالعاده، لكن لاول مره ما يلاقيهاش في الشقه في الميعاد ده، ولقي بنتها ناهد لوحدها واخته قافله الباب عليها. وساعتها بدا يقلق يكونوا عملوا فيها حاجه، خصوصا انهم كانوا لسه مادين ايدهم عليها من قريب. لكن حاول يطمن نفسه انها اكيد راحت مشوار وهترجع تاني. واللي ريحه كمان وقتها ان بنتها ناهد قالت له ان امها راحت تجيب حاجه وجايه، وساعتها فعلا راح على بيته وقال يعدي عليها كمان ساعه تكون رجعت. وفعلا راح بيته نام شويه ورجع لها بالليل، واتفاجئ ان سماح لسه ما رجعتش. وبنتها قالت له يا خالي ماما ما رجعتش من الصبح. وفي اللحظه دي اتاكد ان سماح اخته جرالها حاجه، وطلب من بنت اخته تدور على اي مفتاح عندها وتحدفه له من البلكونه لان الباب مقفول عليها زي ما قلنا. وساعتها ناهد لقيت مفتاح وحدفته له وطلع هو مفتاح الباب فعلا. ولما دخل لبنت اخته لقى انها ما كلتش حاجه من الصبح لان المفترض ان امها كانت نازله تجيب فطار اصلا، فراح هو جاب لها اكل وبعدها روح على بيته ورجع لها تاني يوم الصبح ولقى ان سماح برضه لسه ما رجعتش. ولو انت ناسي خلينا افكرك ان الجيران كسروا لها تليفونها من يومين تقريبا، وعشان كده ما كانش عارف يتواصل معاها. راح فورا طلع على اسم شرطه النهضه وعمل محضر بتغيبها، ووقتها تتفاجئ الشرطه بان عندها بلاغ من امبارح ان في عامل خرده اثناء نبشه لواحد من صناديق المخلفات في المنطقه لقي شوال في جزء من رجل واحده ست. ومن النقطه دي نقدر نجاوب على سؤال مهم، هي سماح راحت فين بالظبط؟ اول حاجه احنا هنرجع لشهاده عامل الخرده ده في النيابه اللي قال انه شاف الشخص اللي رمى الشوال، وان الشخص ده بعد ما رمى الشوال في صندوق الزباله فضل واقف بيبص كتير على الشوال، وده شككه ان الشوال ده فيه حاجه. وبمجرد ما الشخص ده مشي قام عامل الخرده متجه للشوال وفضاه وشاف اللي قلنا عليه، ولقي كمان الموبايل بتاعها اللي كان متكسر وراح مبلغ الشرطه فورا. وبكده نستنتج ان اللي عمل كده كان واحد مش واحده، وكمان ان الموبايل ده المفروض ان حد من جيرانها كان واخده منها في الخناقه الاخيره، وده معناه ان اللي عمل فيها كده مش هيطلع بره دايره جيرانها. بعد كده جه دور كاميرات المراقبه اللي صورت مين هو الشخص ده بالظبط، ويتضح ان واحد من جيرانها فعلا اسمه علاء وساكن في الشقه اللي تحتها. كاميرات المراقبه رصدت علاء وهو بيرمي الشوال في الصندوق، واللي حصل وقتها ان فورا طلعت قوه امنيه تداهم العماره دي وتحديدا شقه علاء، وتم القبض عليه وتحويله لنيابه شرق القاهره عشان تبدا تحقيقاتها معاه. وساعتها توجه النيابه لعلاء سؤال مهم، انت ليه يا علاء عملت فيها كده؟ علاء لما اتسال السؤال ده رد غريب جدا
وكوميدي بصراحه، وقال ان سماح جارته جات له لحد باب شقته وخبطت عليه وهي معاها سكينه وهددته عشان تجبره على الشهاده معاها في محضر ضد جارتها في نفس العماره، وان ساعتها حصل مشاده كلاميه بينهم وقدر خلالها انه ياخد السكينه منها ويخلص عليها بيها. وقال ان بعدها راح ساحبها لجوه الشقه وقطعها بالساطور على اجزاء ورمى رجلها في صندوق الزباله واحتفظ بباقي الجسم في ثلاجته. لكن مع انقطاع الكهرباء بدا يطلع من ثلاجته ريحه مش كويسه، وبسبب كده بدا انه يقفل ابواب وشبابيك الشقه بتاعته بشكل محكم عشان الريحه دي ما تتسربش لباقي العماره. وفضل الوضع على كده لحد ما اتفاجئ برجال المباحث بيقتحموا شقته وقبضوا عليه، وفعلا اكتشفوا ان باقي المجني عليها موجود في الثلاجه بتاعته، وانه بعد ما خلص عليها اما قطعها لاجزاء وخطط انه يرمي كل جزء منها في حته مختلفه، وكان محتفظ بباقي الجسم في الثلاجه عشان ما يعفنش والريحه تكشفه. وحاليا هو محبوس على ذمه التحقيقات. اما بقى بالنسبه لبنت سماح اللي هي ناهد، فقالت ان والدتها طلبت منها تبص عليها من البلكونه وهي رايحه تجيب الفطار، وقالت ان وقتها بصت وما لقيتهاش، فراحت راجعه على الصاله عشان تفتح الباب وتشوفها اذا كانت لسه على السلم، لكن ما عرفتش لان امها كانت قافله الباب عليها بالمفتاح. وقالت ان بعدها سمعت والدتها وهي بتصوت، لكن برضه كانت شاكه وما عرفتش تتاكد. وقالت ان بعدها سمعت صوت تخبيط في الشقه بتاعه المتهم اللي هي تحتهم، وبعدها بصت من الشباك ولقيته خارج وهو معاه شوال او شكاره، وما كانتش تتخيل ان والدتها كانت موجوده في الشكاره دي. اخو سماح كمان قال ان المرعب في الموضوع ان جارهم المتهم علاء اللي هو راجل عجوز ومسن، برغم ارتكابه لعمل بشع زي ده فهو مش ظاهر عليه اي علامات بالندم او الشعور بالذنب. وحقيقي القصه دي مرعبه بشكل مش طبيعي، لما الجار يعمل في جاره كده يبقى ساب للغريب ايه؟ كل دي ناس نسيت ان ديننا موصي على 7 جار، وان معاداه الجار بالشكل ده لا هي من الدين ولا من الاخلاق. وكل دي ناس نسيت ان هي كلها كام سنه بنعيشهم في الدنيا في اي مكان ومع اي جيران، وبعدها رايحين لمكان تاني خالص باقامه لا نهائيه، وان اعمالنا في الدنيا هي اللي هتحدد لنا هيكون نعيم ولا جحيم. بقينا ناسيين كل ده للاسف. يا ريت يا جماعه نفتكر ده، ويا ريت لو وصلت لهنا ضروري تدعي لسماح في التعليقات بالرحمه ولاهلها بالصبر، وما تنساش اللايك بتاعك لو الحلقه عجبتك وعشان توصل لغيرك. كان معاكم اسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامه.